يا استاذ ايمن، هو دلوقتي ظهر لنا مشكله الاولاد اللي ملك قالتها دلوقتي معايا على الهوا. انا عايزه ادخل دلوقتي في قصتين. في ورقه بتقول، ورقه موجوده رسميه بتقول وتؤكد وتثبت ان حضرتك اتجوزت عليها تاني يوم ما حضرتك نزلت من مصر، يعني حضرتك كنت بتتربص بيها. ادي واحد. اتنين، الست بتقول ان عندها صور ووثائق تقول انها كانت قد ايه ام صالحه للاطفال. الرد عند حضرتك. اتفضل. انا ايه اللي يخليني اجيب 5 عيال وايه اللي يخليني انزل مصر اتجوز في مصر تاني؟ ما حضرتك لما تعرف واحده تانية على زوجة حضرتك يا فندم، دي اسمها خيانه، حضرتك بتخونها مع اخرى. ولا مدام اسراء كانت عارفه وكانت ساكته؟ ثانيه واحده. خيانه ازاي؟ هو الشرع بيخون؟ ثانيه واحده يا فندم. يا فندم هي كانت زوجتك ساعتها بتقولي الشرع، هي كانت زوجتك مدام اسراء كانت عارفه ان حضرتك بتتكلم واحده تانية هتتجوز عليها؟ مرتبط بسيده اخرى مش على ذمتك؟ انا حضرتك بتقولي الشرع. بص يا فندم، لما انت بقيتي في مشاكل بقالك فتره مش حاسه بالامان، عيالك مش حاسس بالامان، عيالي دوت اترمى في مصر قبل ما يترمى. ما هو عيالك ما قالوش لحضرتك قبل الطلاق. اللي انا فهمته من بنت حضرتك، اللي انا فهمته من بنت حضرتك انه لما حضرتك تزوجت من زوجتك، مرات حضرتك اللي تنبهت ان هم عندهم مشكله فودتهم لحد يشوف مشكلتهم، فحضرتك ما كنتش عارف مشكله الاطفال قبل الطلاق واثناء ما حضرتك بتعرف واحده تانية عشان تتجوزها. مشاكلي انا يا فندم مش مشاكل الاولاد، مشاكل الاولاد دي لسه يبقى احنا هنا بقى بنتكلم في علاقتك كزوج مع زوجتك. انا يا فندم انا بتكلم عليا انا كبني ادم كانسان. ماشي. فاهمني؟ واحده غير مؤهله ان هي تكون ام، بعيد عن الام، غير مؤهله ان هي تكون زوجه، بتعاملني الند بالند. ماما انا لو طلعت بره، لو قعدت ساعه بره، انا رايحه لماما اقعد مع اخواتي، اخواتها دول اهم من عيلي. فاهماني؟ يعني انت ما كنتش بتقول لي انا طالع بره، تعالي واروح اوديك عند مامتك هناك؟ مش عايزه يا جماعه اروح في مشاكل فرعيه، لان المشاكل اللي انتوا بتقولوها دي بتحصل في بيوت كتيره جدا 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 وما زالوا متزوجين. بالظبط يا فندم. لما انت تلاقي نفسك استاذ ايمن، ما هو السبب الحقيقي وراء انفصالك عن زوجتك مدام اسراء عشان اخليها هي تتكلم؟ ان هي شخصيه غير مؤهله، ان الشخصيه دي رمت لي عيلي قبل ما ننزل من مصر.